السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة موضوع الفيديو بتاعنا هنتكلم إزاي تبني ثقتك بنفسك. هيكون رسالة لكل شخص حاسس إنه أقل من غيره. خليني أسألك سؤال مهم جدا. عمرك حسيت إنك مش كفاية؟ أو حسيت إن الناس اللي حواليك أحسن منك؟ عمرك حسيت إن صوتك ضعيف ورأيك مش مهم وإنك دايما في الصف التاني؟ لو إحساسك كده فأنت مش لوحدك، في ناس كتير كده. الأهم من كل ده، الإحساس ده مش حقيقي. الثقة بالنفس مش حاجة بتتولد مع ناس وناس لأ. الثقة بالنفس مهارة، وكل مهارة ممكن تتبني خطوة بخطوة، وكل مهارة ممكن نكتسبها من غيرنا. خليني أقولك 9 نقاط مهمين جدا، لو التزمت بيهم هتعزز ثقتك بنفسك وتقوي ثقتك بنفسك. أول حاجة لازم أفهم يعني إيه ثقة بالنفس. الثقة بالنفس دي مش إنك تبقى كامل في كل شيء وما تغلطش أبدا، ومش إنك تبقى أحسن واحد في الدنيا دي كلها ولا أحسن واحد في المكان اللي أنت موجود فيه. لكن الثقة بالنفس ببساطة إنك تكون متصالح مع نفسك، عارف قيمتك كويس، مش محتاج موافقة كل الناس عشان تحس إنك مهم. أكتر ناس واثقين بنفسهم هم أكتر ناس عارفين عيوبهم وحاطين إيدهم على عيوبهم وبيحاولوا يصححيها، بس مش كارهين نفسهم بسبب العيوب دي. تاني نقطة، لازم تعرف إن مصدر ضعف الثقة الحقيقي. خليك صريح دايما مع نفسك. ضعف ثقتك مش سببه شكلك ولا ظروفك ولا قلة الإمكانيات، لكن السبب الحقيقي هو الكلام اللي بتقوله لنفسك كل يوم. بتفضل تقول لنفسك أنا فاشل، أنا دايما أقل من غيري، أو غيري أحسن مني، أو مش هعرف أنجز المهمة دي، مش هعرف أحقق الحلم ده. الكلام ده لو اتكرر بيتحول لقناعة، والقناعة دي بتبني واقع. عشان كده خطوة مهمة لبناء الثقة في نفسك، غير حوارك مع نفسك الداخلي. هنوصل للنقطة الثالثة. كل يوم مرة واحدة في اليوم واجه نفسك وقول لنفسك أنا إنسان أستحق الاحترام. أنا زي ما عندي نقاط ضعف عندي نقاط قوة، بل أكتر كمان من نقاط الضعف اللي عندي. قول لنفسك أنا بتعلم، مش واقف مكاني. أنا فشلي ده مش نهاية الطريق، دي تجربة بتعلم منها. في الأول ممكن ما تصدقش الكلام دوت، لكن لو انت كل يوم قررته لنفسك عقلك هيبدأ يصدقه. لأن الثقة بالنفس مش إحساس، الثقة بالنفس قرار. انت بتاخد قرار اني أعزز ثقتي في نفسي وأقوي ثقتي في نفسي. رابع نقطة، المقارنات. المقارنات أسرع طريق لتدمير ثقتك بنفسك. انت بتقارن بدايتك بنهاية غيرك، بتقارن حياتك بلقطات النجاح عند غيرك، وده ظلم ليك. انت كده بتظلم نفسك، لان كل واحد له توقيته وله ظروفه الخاصة. انت المهم تقارن نفسك بنفسك امبارح، مش بحد تاني. هنوصل للنقطة الخامسة. كل يوم اعمل حاجات صغيرة بس انجزها. الثقة بالنفس ما بتجيش من التفكير، بتيجي من الفعل. وعد صغير التزم بيه، أو إنجاز بسيط خطوة خطوة، حتى لو الخطوة دي بطيئة. كل مرة بتفي بوعد لنفسك ثقتك بتزيد. مش مطلوب تعمل قفزة كبيرة، مطلوب إنك تمشي. لو عندك هدف قسمه لأجزاء صغيرة،
وكل يوم حقق منه هدف بسيط جدا أو جزء بسيط جدا. على مدار الأيام هتلاقي نفسك حققت الهدف الكبير. نقطة تانية، النقطة السادسة، اعرف إن الفشل مش عدوك. خليك فاهم حاجة مهمة جدا، الناس الواثقة بنفسها فشلت كتير جدا، لكن الفرق بينك وبينهم إنهم ما ربطوش قيمتهم بالفشل. الفشل عبارة عن تجربة مش تعريف ليك. كل مرة بتقع وبتفشل انت بتتحول لإنسان أقوى من المرة اللي قبلها من غير ما تشعر. النقطة السابعة، علشان تعزز ثقتك في نفسك، اختار البيئة الصح. ما تستهنش بالناس اللي حواليك واللي بيتعاملوا معاك. في ناس مهمتها إنها بتقلل منك، تسخر من أحلامك، بتشككك في قدراتك. دول ناس محبطة، بتحبطك وبتقلل من عزيمتك. المهم إنك تقرب من الناس اللي تشجعك وتسمع لك وتحترم محاولاتك حتى لو انت فشلت فيها. اعرف ان البيئة الصح هي اللي بتزرع ثقة من غير مجهود. النقطة الثامنة، افتكر ان قيمتك مش في رأي الناس. الناس كده كده هتتكلم لو نجحت ولو فشلت، حتى لو انت ساكت الناس هتتكلم. فما تخليش رأيهم يبقى ميزانك. قيمتك الحقيقية في أخلاقك وفي نيتك وفي سعيك ومحاولاتك. انت مش محتاج حد يسقف لك عشان تثبت للناس انك موجود. تاسع نقطة، الإيمان بنفسك وبثقتك في نفسك بيبدأ من إيمانك بربنا. لما تكون مؤمن إن ربنا خلقك لحكمة، مستحيل تكون بلا قيمة. ربنا ما خلقش حد زيادة عن اللزوم، ولا خلقك ضعيف عبثا. كل نقطة فيك وكل نقص فيك له معنى، وكل تأخير له سبب. اطمن، اللي جاي ممكن يكون أجمل مما تتخيل. ولو حسيت إنك ضعيف دلوقتي، ده مش معناه إنك هتفضل كده. الثقة بالنفس رحلة مش محطة هتقف فيها. ابدأ حتى ولو انت خايف أو متردد أو حتى تكون لوحدك. أهم خطوة إنك ما تستسلمش للفكرة إنك أقل من اللي موجودين أبدا. انت تستحق وقادر وأهم مما تظن. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.